أنا جاية أتكلم ومش مسؤولة عن أي انفعال هيحصل في الفيديو ده. أول ما رمضان دخل كنت داخلة بحماس كده، روحانيات، هدوء، إنتاجية، قرب من ربنا. كنت حاسة إني هبقى نسخة مطورة مني. الفيديو ده جاية أتكلم عن الحاجات اللي حصلت لي في رمضان. أول صدمة، مفيش إجازة ولا يوم، ولا حتى يلا نخف شوية عشان رمضان. لأ، كله دراسة عادي جدا، كأننا في شهر 11 مثلا. قلت ماشي هنستحمل، بس لأ طبعا، أكيد لازم يحطوا أسبوعين امتحانات كاملين في رمضان. أسبوعين أنا صايمة، المخ بيهنج الساعة 2 الظهر، وأنا ماسكة الكتاب كده وببصله، وهو بيبصلي، ولا أنا فاهمة هو عايز إيه، ولا هو فاهم أنا ليه بعيط عليه. طب خلصنا؟ لأ طبعاً. كان نفسي أعمل فيديوهات كتير، كنت مخططة أفكار، تصوير، تطوير. نص رمضان طار في الامتحانات، وأنا عندي قناة ولازم أعمل 1,000,000 فيديو، وكل فيديو بياخد مني 5 ساعات مونتاج. 5 ساعات، يعني أنا بقعد قدام اللابتوب أكتر ما بقعد مع أهلي. وبين كل ده ماما تعالي ساعديني في الفطار، وأنا عايزة أساعد فعلاً، بس دماغي بتقول أنا عايزة أتبخر. ومع كل ده مش لازم نسيب العبادة. أنا بصلي قيام ليل، بقول أذكاري، بقرأ قرآن كل يوم. بس المشكلة إنه ده اللي بعمله في الأيام العادية أصلاً. أنا كنت عايزة أزود حاجة، عايزة أحس إنه رمضان مختلف، بس مش لاقية أعمل إيه أكتر. يعني أعمل إيه؟ ونقطة مهمة جداً، أنا كنت عايزة أعمل سلسلة رمضانية 30 حلقات، كل يوم حلقة. وأنا قاعدة ألف في دماغي، مفيش فكرة راضية تمسك فيا. ولو قلت أتابع مسلسل، ألاقي نصهم حلفانين يحطوا كل حاجة حرام في حلقة واحدة. طب أنا ذنبي إيه؟ عايزة حاجة محترمة أتفرج عليها وأنا باكل بس. نتكلم بقى عن الأكل، علشان دي مأساة مستقلة. أنا مش باكل كتير مرة واحدة، لأ، أنا باكل شوية، أروح أرتاح، أهضم، أرجع تاني، أدخل المطبخ، مفيش أكل، كله اتنسف. كأن في إعصار اسمه أهل البيت دخل قبلي. وأنا واقفة قدام الحلة الفاضية، ببصلها وبقول طب أنا ذنبي إيه؟ أنا كنت بهضم بس. والأجمل بقى إني رغم كل ده بحاول أكون هادية، وبحاول أبقى كويسة، وبحاول ما أتعصبش. بس الحقيقة أنا متعصبة، أنا مرهقة، وأنا إنسانة عادية، مش ماكينة إنتاج رمضانية. بس برضو وسط كل العصبية دي، رمضان له طعم. حتى وأنا مضغوطة، حتى وأنا بشتكي، بحبه. بس كنت محتاجة أطلع اللي جوايا شوية. فلو أنتوا حاسين إن رمضان السنة دي جاي يربيكم معايا، أهلاً بيكم في النادي. صح، نسيت أقول لكم حاجة مهمة جداً. أنا كمان المسؤولة عن زينة رمضان. يعني مش كفاية دراسة، مش كفاية امتحانات، مش كفاية مونتاج 5 ساعات يومياً، مش كفاية مساعدة ماما. لا، لازم كمان أبقى فنانة تشكيلية فجأة. رسمات رمضان، فوانيس، هلال، كلمة رمضان مبارك بخط مزخرف. وأنا قاعدة أحاول ألون كل يوم، أفتح الألوان بحماس، أقعد سلبة دقايق مركزة، بعدين أبص في الساعة، أنا عندي امتحان بعد يومين. أقوم أسيب الرسم، أرجع له تاني، أحس بالذنب، أقول لأ، لازم أكمل الزينة، أنا المسؤولة. وبعدين تيجي اللحظة العبقرية، أكون لسه مخلصة تلوين حاجة ساعتين، ويجي حد يقول ممكن نغير اللون ده، مش حلو قوي.
في اللحظة دي أنا بروح عالم تاني، عالم ما فيهوش بشر. أنا حرفياً بقيت تايهة ما بين كتاب، لابتوب، مطبخ، ألوان، سجادة صلاة، وأنا في النص عاملة زي الواي فاي لما الإشارة تضعف. المخ بيقول ركزي في الامتحان، القناة بتقول نزلي فيديو، البيت بيقول تعالي شوفي الإفطار، الزينة بتقول لسه الهلال ما تقصش، وأنا بقول حد يفصلني 24 ساعة وأرجعوني بعد العيد. ومع كل اللخبطة دي أنا فعلاً بحاول أذاكر وأنا صايمة، أحاول أبدع في الفيديوهات، أحاول أعمل زينة حلوة، أحاول أكون بنت كويسة في البيت، وأحاول أبقى قريبة من ربنا. وأكتر حاجة مضحكة إني كل يوم أقول خلاص من بكرة هنظم وقتي، ومن بكرة يتكرر نفس السيناريو. بس بصراحة رغم كل العصبية دي أنا بحب إني بحاول، حتى لو الدنيا متلخبطة، حتى لو أنا بشتكي، حتى لو بأكل شوية وأرجع ألاقي الأكل اختفى. رمضان برضو له طعم، بس واضح إنه السنة دي قرر يختبر أعصابي